بقول لكم ايه، انسوا العجن وتعالوا نعمل مع بعض احلى بيتزا اقتصاديه زي ما انتم شايفين كده طالعه حكايه. كمان هنعملها في الخلاط، مش هتاخد معاكم وقت خالص ولا مجهود، في 5 دقايق هتخلصيها. جبنا البوله بتاعتنا، حطينا فيها بيضه كامله وبياض بيضه، ونزلنا بمعلقه من السكر، نص معلقه من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسمر، وكمان نزلنا بمعلقه من بهارات الفراخ والكاري، وده اختياري على فكره، ونص معلقه من الثوم البودره والبصل البودره، ونزلت ب4 معالق كبار من الزيت. هقلب الكلام ده كله كده مع بعضه، وبعدين هنزل بكوبايه من الميه، وهنخلي نص كوبايه من الميه على جنب لما نيجي نحط الدقيق، عشان ننزل بيهم بالتدريج حسب نوع الدقيق. عندي هنا بقى 2.5 كوباية من الدقيق، نزلت عليهم بمعلقتين من الحليب البودرة وده اختياري، وكيس من البيكنج باودر، وقلبت المواد الجافة ونزلت عليه على المواد السائلة بيهم وقلبتهم كويس قوي. مهم قوي ان انت تقلبيهم عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. نزلت بالخليط ده في صينيه او صاج 30 في 40، دخلتها الفرن 5 دقايق بس، فرن محمي مسبقا لمده 5 دقايق بس عشان تشمع وتاخد وش. بعد كده بعد 5 دقايق طلعتها، حطيت لها الصلصه بتاعه البيتزا، ونزلت ببشر جزر وده اختياري برضو، وكان عندي شويه من انواع الجبن المختلفه، عندي شويه من الجبنه الشيدر على الجبنه القريش على الجبنه التركي. حطيت الكلام ده كله، ونزلت كمان بفلفل متقطع ترنشات، وما كانش عندي زيتون للاسف، بس مش مشكله خالص. دخلتها الفرن على درجه حراره 180، قعدت 25 دقيقه فقط. بجد يا جماعه طالعه حكايه، طعمها حلو قوي، فطرنا بيها وتعشينا بيها، بجد جميله جدا وعجبت الولاد جدا. وشايفين الارضيه بتاعتها من تحت كريسبي وحلوه قوي، ومن فوق طريه ولذيذه جدا، والسمك بتاعها مظبوط قوي قوي قوي، وطعمها حلو جدا جدا، هيعجبكم، جربوها. انا عزة سعيد، اللي ما اشتركش في قناتي يا ريت يشترك علشان تشرفوني.